بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قصيدة عزاء ومواساة في الشهداء الذي سقطوا في بيحان من الشاعر محمد علي بن علوي المرزقي. يقول: نبعث تعازي في عيال المنطقة، عليت يا بيحان والره والحنش، لكن نبى ندعي لهم بالمغفرة، يسقيهم الرحمن من بعد العطش، من حوض زمزم ذي سقاها الانبياء لما استقى اسماعيل من تحتها نغش. قال: من حوض زمزم ذي سقاها الانبياء لما استقى اسماعيل من تحتها نغش. قال: نبعث تعازي في عيال المنطقة، عليت يا بيحان والره والحنش، لكن نبى ندعي لهم بالمغفرة، يسقيهم الرحمن من بعد العطش، من حوض زمزم ذي سقاها الانبياء لما استقى اسماعيل من تحتها نغش. شباب ذي قاموا بدحر المعتدي، ذي جايه بالدنيا على ذه بالهمش، قد قالها الاول وانا بقول هذه ما دخل في البيت يدخل في الدرش. والخصم ذي يغزي بلاد القبيله، بايكره المطرش تالي لا طرش، عودك خوفك يا العدو المعتدي، شوف سركم باينكشف مهما تغش. شبوه تصدى كلها للمعتدي، شبوه تصدى كلها للمعتدي، والشعب كله لا مدينة بالجرش. وراك يا السواق دست الفرملة لما كسرت الجير وحرقت الكلش. قال: وراك يا السواق دست الفرملة لما كسرت الجير وحرقت الكلش. نزلت في الملعب وضيعت الهدف، وانت قدك جالس على كرسي ودش، ضيعت ذي تبنيه في لمحة بصر، وبلشتنا وانت بأمرك مبتلش. قال: وبلشتنا وانت بأمرك مبتلش، واليوم تبكيك العيون الباكية، لا عاد غنى لك حسينات النقش، بكيت تنفذ واجهن وأولادهن، لما كليت اللحم دقيت العرش، في الحرب ذي جاب المشاكل والمرض، سبب لنا الإقدام ومراض البرش. وشكرا.